السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتابع شرحنا للوحدة الأولى. إحنا النهاردة هنكمل المتغيرات بعد ما شرحنا إزاي بنعرف نميز ما بين الثوابت والمتغيرات وبنعلن عنهم. النهاردة هناخد معلومات جديدة ونعرف إن المتغيرات ممكن إن أنا بديها قيمة ابتدائية، يعني مش بس مجرد ان هو متغير، يعني انا ممكن ان انا بزود في اثناء سير البرنامج، ان مثلا الحاجه تبقى بقيمه وبعد كده بتتغير قيمتها. لو ما حطيتهاش احنا بنتجاهلها وبتبقى القيمه بصفر او بمسافه لو هو تكست، او بصفر لو هو رقم. لو جينا وكلمنا في النقطه دي، مثلا الاعلان عن متغير، نوع المتغير هنا اسمه f_name ونوعه string، والكود هنا بيشرح طريقة شرحه، يعني انت لما يجي لك سؤال زي كده هتشرحه. طيب ده لو هنيجي نشرحه هنقول دم اسمه توتال برايز، نوعه سنجل. واتكلمنا عن النوع ده برضو ان هو لو سؤال بالشكل ده فانا بعلن هنا عن متغير نوعه date واسمه today وقيمته اللي هي ما بين الشباك 25/1/2011. طيب انا دلوقتي عملنا التيبل بتاع الاعلان عن متغيرات للفورم ده، هي تختلف بس في شكل التيبل والمسميات. بس جينا بعد ما بنعلن عن المتغيرات وازاي عملنا الصيغه بتاعتها، بنيجي نضيف الكلام ده في الايفنت بروسيجر. هناخدها دلوقتي بالتفصيل ازاي انقل الكلام ده واكتب الصيغه بالشكل ده في الكود او في شاشه الكود، بان انا بعمل دبل كليك على البوتون علشان ابقى بنفذ في الايفنت هيدر بتاعي او الايفنت بروسيجر، الحته او الجزء ده الخاص بالبوتون ده، لان ممكن يكون عندك اكتر من بوتون. هنعرف الكلام ده بالتفصيل النهارده ان شاء الله. بس قبل ما ندخل على الجزء ده عايزين نعرف جمله التخصيص. بعد ما بعرف له المتغيرات اللي عندي بخصص القيم. الكمبيوتر ما بيبقاش عارف انا هجيب اسم المستخدم مثلا منين، او قيمه الباي منين، او مثلا نص القطر لو بعمل برنامج للدايره ان انا اجيب مساحه الدايره او كذا، ما بيبقاش عارف هو اجيب القيم دي منين. فبنعمل حاجه اسمها جمله التخصيص، بخصص ان القيمه بتاعتي دي انا هجيبها من المكان الفلاني. فجمله التخصيص عندي بتبقى ليها اكتر من نوع. جمله التخصيص بيبقى بيفصل ما بينهم، بين الجانب الطرف الايسر والطرف الايمن، علامه اليساوي، وهي اسمها علامه التخصيص، مش بتتقال يساوي بالمعنى الحرفي. بنعملها ازاي؟ بتكون يا اما قيمه مجرده، يعني a بتساوي 5، ودي بنحطها لقيمة، بنخصصها لقيمة الفاريبل عندي او المتغير اللي عندي، او ان انا بديله قيمة من متغير. يعني بقول مثلا ان الاي بتساوي الفايف والاي بتساوي البي، فمعنى كده انا لما اجي اشوف الجملة بتاعت التخصيص دي بي بتساوي الاي، فانا هدور على الاي. ايه فين دي قيمتها؟ الاي قيمتها 5، فاقوم اعوض فيها. او اني بقول قيمة من تعبير، يعني مثلا A بتساوي 5 والB بتساوي A plus 3 times 2، فبدور كده ال A بحطها هنا وانفذ بقية العمليات، وهنعرف اولوية ترتيب العمليات ان شاء الله. تحديد القيمة او الفاليو، يعني ان انا بديله قيمة وبقول ان القيمة دي بنجيبها من التكست اللي هيكون او النص اللي هيكون في التكست بوكس 1، ودي اللي غالبا بنستخدمها في الفورمز اللي هنعملها النهارده. طيب انا بعد ما جيت وعرفت الحاجه زي كده، عملت التيبل ده، هنقوم نكتب جمل اللي هي الاعلان عن المتغيرات والثوابت اللي عندي بالشكل ده ونوضحها، وبعد كده نكتب جمل التخصيص. تعالوا الاول ننفذ الدايره الاول اللي هو ده. ازاي اوجد مساحه اوجد مساحه الدايره او محيط الدايره من ادخال نص قطر الدايره. هنفتح البرنامج بتاع الفيجوال بيزك، واحنا بنفتحه ان شاء الله هنبقى كانه مراجعه سريعه كده. create a new project، الكلام ده كله طبعا اخدناه في الترم الاولاني. واتاكد ان انا بعمل فيجوال بيزك واعمل create، انا هحطه على الديسكتوب واعمل create. هيتفتح لي البرنامج. هنعمل شاشة برنامج بالمنظر ده، مجرد ان احنا عندي ليبل
وتكست بوكس مساحة الدايرة، بوتن مكتوب عليه مساحة الدايرة وبوتن مكتوب عليه محيط الدايرة. ادي البرنامج اهو. هنيجي ليبل هنا نعدل التكست اللي مكتوب عليه، هنقول ادخل محيط، ادخل نص القطر، نصف القطر، وهنحط هنا تكست بوكس اللي هندخل فيه نص القطر والليبل للنتيجة، وعايزين بوتن نكتب عليه محيط الدايرة، هنكبر البوتن شوية علشان الكلمة كاملة تبان، وبوتن هنسميه مساحة الدايرة. دلوقتي علشان ادخل على نافذة الكود، نرتب بس الكلام بتاعنا. علشان ادخل على نافذة الكود اللي هنفذ فيها واعلن عن المتغيرات والثوابت، عندي طريقتين، يا اما او عندي 3 طرق، بس هما الطريقتين اللي انت بتستخدمهم غالبا. يا اما بدوس على البوتون ده وبالشكل ده انا بكون بشتغل وبعرف شغلي على البوتون رقم 1، تمام. يا اما وانا في البرنامج بدوس على F7 بيديني البرنامج بالشكل ده، ومن هنا بقدر احدد انا في اي برايفت سب. فانا دلوقتي في البرايفت مثلا سب 1. لو عايز ادخل على البوتون 2 بروح على مساحة الدايرة وبعمل دبل كليك بالشكل ده، انا بقيت فاتحة عندي البوتون 1 والبوتون 2، وكده بحدد انا في انهي حتة، وهنا بيبقى باين لك انت في انهي مكان، وهنا الحدث اللي انت بتعمله، يعني انا لما بعمل كليك الكلام ده هيتنفذ. طيب هنيجي نعلن هنا اول حاجة عن المتغيرات. اول حاجة انا عندي متغير اللي هو dim وهنسميه radius، تمام. وطبعا النوع بتاعه هيكون سنجل، وعندي اللي هو constant البي اي هيكون as single، وعرفنا ليه ان هو سنجل وعملناها المره اللي فاتت مع بعض. as هو لاحظ ان هو بيقول لي ايه اللي انت هتعمله as single، وبعدين هنقول const، وهنسمي الكونست ده اللي هو البي اي او علامه الباي، وبيقول لي اكتب as ونوعه برضو single. ما تنساش ان انت تحدد قيمته اللي هي 22 على 7. بعد ما خلصت هنيجي دلوقتي نعمل جملة التخصيص. جملة التخصيص زي ما قلت ان انا بعرفه انا بجيب الكلام ده منين. طبعا الراديوس هيبقى هو اللي هيدخل على التكست بوكس 1، ماشي. انا هنا حاطط هنا تكست بوكس، التكست بوكس 1 ده هو اللي هيبقى فيه قيمة الراديوس، تمام. او انا هطلب منه ان يدخل لي او يجيب لي القيمة منها. فهتعملها ازاي؟ هنقول ان الراديوس المحتوى النصي بتاع اللي موجود في التكست بوكس 1 هو بخصصه للراديوس. هنكتبها، هطلب منه ادي الراديوس، وهقول له ان الراديوس بتساوي التكست بوكس 1 دوت تكست، وبعد كده هطلب منه انه يطلع لي النتيجة في الليبل 1، الليبل 2، يبقى يطلع لي النتيجة في الليبل في التكست بتاع الليبل 2، وطبعا قيمته بكام؟ بما اني انا اول واحد الزرار الاولاني اللي هو كان مساحة الدايرة هنعمله اللي هي الباي في الراديوس في الاتنين. احنا كنا عاملينها اظن العكس، احنا عاملين محيط الدايره، يبقى كده احنا هنكتب قانون المحيط مش المساحه. يبقى هنقول الليبل 2 دوت تكست، يبقى التكست بتاع الليبل 2 هيساوي البي اي في الراديوس اس 2، تمام. تعالوا نشوف كده نجرب اذا كانت هتشتغل ولا لا. علشان اعمل رن
بندوس على العلامة بتاعة الستارت ديباجنج او بدوس على الاف 5. يبقى علشان ادخل على نافذة الكود، وده سؤال بيجي، بدوس على الاف 7، اما عشان اعمل رن بدوس على الاف 5. تعالوا نكتب اي قيمة 2 مثلا، وهطلع محيط الدايرة اشتغلت. طب مساحة الدايرة ما بيشتغلش معايا ليه؟ لان انا لسه ما عملتلوش جملة التخصيص بتاعته. نيجي عند مساحة الدايرة اهو ونقول مساحة الدايرة هنجيب منين الراديوس. انا باجي اكتب الراديوس مش بيطلع لي ليه؟ دلوقتي النقطة دي مهمة جدا. دلوقتي تخيل ان انت جايب واحد صاحبك وداخل البيت، باباك في اوضة ومامتك في اوضة. فلما جيت دخلت الاوضة الاولانية، تمام يا جماعة، انت عرفت بابا، يا بابا ده معايا الاستاذ راديوس ومعايا الاستاذة بي اي، وعرفتهم عليه. جيت بقى داخل الأوضة التانية عند مامتك، هل مامتك عرفت مين راديوس ومين بي اي؟ معرفتش. فهنا لازم اعمل ايه؟ هدخل برضو الأوضة التانية واعرف الراديوس والبي اي عندي. يبقى هكتب هنا دم، وهقول له راديوس، وهقول له ان هي نوعها سنجل، وهاجي برضو هقول كونستانت، وهسمي بي اي، وهقول ان هي از سنجل، وقيمتها بتساوي 22/7. وهرجع واقول له تاني ان الراديوس، انا ممكن طبعا اوفر على نفسي واقوم ايه ماخده كوبي من الكلام وخلاص، تكست بوكس 1 دوت تكست، وبعد كده هقوم اقول له حط لي القيمه بتاعته اللي هي ليبل 2 دوت تكست بتساوي قانون بقى اللي هي المحيط، هيساوي الراديوس في البي اي في الاتنين. تمام. لو جيت هنا للبرنامج وعملت ديباج ودخلت قيمة الاتنين وقلت محيط الدايرة طلعت لي، عملت مساحة الدايرة طلعت لي. طيب احنا قلنا قبل كده ان المبرمج لازم يبقى بخيل جدا في السطور وفي المساحة اللي بيستخدمها. فبدل ما بقعد اكتب في كل برايفت سب وعرف المتغيرات والثوابت بتاعتي، انا ممكن بطريقة سهلة اعملها مرة واحدة بس في البابليك كلاس في الأوضة. يعني أول ما أدخل على باب الشقة أنده كل اللي في البيت، تعالوا يا جماعة أنا معايا راديوس ومعايا باي، راديوس ده متغير وباي ده ثابت وقيمته بكذا. تعالوا نشوف هيشتغل معانا ولا لأ. بالشكل ده هيشتغل معانا. تمام. دلوقتي برضو أنا ممكن أجي أعلمكم حاجة مهمة جدا، وهي إني بستخدم كلمة ريم دي اختصار لكلمة remember، والمقصود بيها ان انا علشان لو حد جه يستخدم البرنامج بعدي او يجرب البرنامج او حب يعدل فيه يبقى فاهم انا كاتبه ايه. فاجي مثلا هنا واكتب ريم، وهكتب ملحوظة قدامه الاعلان عن الثوابت والمتغيرات. تمام. وهاجي عند البوتون الاولاني وهقول ريم. طبعا الكلام ده اللي موجود هتلاقيه باللون الاخضر. ليه؟ لان ده مش هيستخدم في الكود او مش هيعمل له ديباجنج، مش هيتعمل له بديباجنج. او اي حاجه عايز تكتبها او ملاحظات ومش عايزها تظهر او تتعمل لها ديباج بتكتب قدامها كلمه ريم. هقول هنا مثلا دي اللي هو جمل التخصيص للمساحة، والتانية جملة التخصيص بص لو كتبت هنا جملة التخصيص للمحيط. تمام كده. هنا مش محطوط قدامها باللون الأخضر أو هتبقى في ايرور هيطلع لي منها، يبقى نكتب هنا قدامها ريم. أول ما حطيت ريم كل السطر اتحول عندي للون الأخضر. تمام. وعادي البرنامج هيبقى شغال معانا. تعالوا بقى نكمل ونشوف. احنا عملنا ده كله، اعلنا عن الثوابت والمتغيرات وتعرفنا عليها. هيتفضل عندي دلوقتي ان احنا عايزين نعمل نافذة الكود او النموذج ده. تعالوا نفتح صفحة جديدة
او مشروع جديد، بروجكت نيو بروجكت. طبعا احنا اتعرفنا ازاي وحددنا اعلنا عن الثوابت والمتغيرات اللي احنا استخدمناها في الفورم ده. تمام، وده مثال ليه. تعالوا نشوف اهمية التيبل اللي زي ده. انا مجرد ان انا هصغر الشاشة بتاعتي دي وهنزل دي علشان ابتدي انفذ الكود بتاعي. تعالوا، انا كل اللي هحتاجه هحط بوتون بتاع التسجيل كده، هكتب عليه تسجيل. تمام، وهحط هنا ليبل بالاسم، وليبل تاريخ الميلاد، وليبل للنوع، وليبل لعدد افراد الاسرة. تمام، الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، عدد أفراد الأسرة. هنرتب الحاجات بتاعتنا. تمام، وهنحط قدام كل واحد تكست بوكس، تكست بوكس للاسم، وهكبره شوية، تكست بوكس لتاريخ الميلاد. طبعا النوع هيبقى راديو بوتون، راديو بوتون، وهنخلي واحدة ذكر وواحدة أنثى. عدد أفراد الأسرة، تكست بوكس. وهنيجي بقى عند جملة التخصيص. قلنا هنفتح نفذة الكود ازاي. هقف على زرار التسجيل وهعمل دبل كليك كده. انا بعمل في البرايفت سب، هبتدي اعلن عن المتغيرات والثوابت. بصوا بقى، انا كل اللي هعمله، وانا التيبل اللي انا عامله بايدي قدامي ده متغير دم، هعلن عن متغير اسمه ايه؟ يو اندرسكور نيم از، نوعه string. بس اللي بعده دم تاريخ الميلاد، هنسميه يو اندرسكور بي اندرسكور دي. تمام، واز، ونوعه ايه؟ ديت. تمام، اللي بعده النوع دم، وهسميه ايه؟ يو اندرسكور جندر. ونوعه بولن. الاخير عدد افراد الاسره دم، وهسميه يو اندرسكور سي اندرسكور اف، ونوعه انتجر. سهل الكلام ده. شوف ازاي الموضوع بسيط جدا. عشان ايه؟ انا مرتب شغلي وعملت اللي هي الاعلان عن الثوابت والمتغيرات. عرفت ازاي انا بعملتها في التيبل، وعملناها المره اللي فاتت مع بعض بالتفصيل. مجرد ان انا نقلت التيبل ده هنا. دلوقتي بقى هنيجي عند جمل التخصيص. هجيب اسم المستخدم منين؟ دي مهمه قوي. هقول اسم المستخدم من التكست بوكس 1، وتاريخ الميلاد من التكست بوكس 2، النوع من البولن اللي هي دي او دي، عدد افراد الاسره من التكست بوكس 3. تمام ودي بالطريقه دي. شوفوا انا عملتها زي ما قلت لكم كده بالمنظر ده. ويبقى هننقل الكلام ده بالطريقه دي بالتفصيل. تمام، اليوزر جندر بس هي اللي ايه هتسيبها للمره الجايه ان شاء الله. تعالوا نكمل. هنيجي هنا وهقول له ايه؟
يوزر نيم، اليوزر نيم اهي هتساوي تكست بوكس، هجيبها منين؟ من التكست بوكس 1 دوت تكست. تمام. واللي بعدها اليوزر بيرثداي، هجيبها منين؟ من التكست بوكس 2 دوت تكست. يبقى التكست اللي موجود في التكست بوكس 2 هو ده اليوزر بيرثداي. اللي بعدها هنسيبها بتاعه البولين وهنعملها المره الجايه علشان فيها تركايه كده مش عايزه اتوهكم بيها. ناخد اللي هي كانت اسمها يو سي اف، يو اندرسكور سي اف، بنجيبها منين؟ من التكست بوكس 3 دوت تكست. تمام. تمام. طيب بعد ما عملت كده هنعمل ايه؟ هقول له ان النواتج دي، تعالوا بس نشوف الاول، نعمل رن وهاجي هنا هنكتب الاسم محمد، تاريخ الميلاد 20/12 او 20/2/2020. تمام. وبعد كده عدد افراد الاسرة خليه 2 تسجيل. تمام. طبعا هو مفيش حاجة عملها لي، ليه؟ لان انا ما حددتلوش القيم دي تظهر فين زي ما عملنا المرة اللي فاتت في برنامج لما جينا وعملنا اللي هي محيط الدايرة او مساحة الدايرة. المرة الجاية ان شاء الله هنكمل الدرس وهنعمل حاجة جميلة مختلفة شوية، وهي ان احنا هنضيف ليبل هو اللي يطلع فيه الاوتبوت هنا. انتظرونا ان شاء الله في الشرح الجاي، مهم جدا ما تفوتهوش. هيبقى فيه شروط اللي هي تنفيذ العمليات وبقية التسجيل، زرار التسجيل وازاي نخليه يظهر القيمة في الليبل، وهنحل التدريبات بتاعة الفصل الأول، وبإذن الله ننتهي من الفصل الأول ومراجعته مراجعة شاملة بالتفصيل كانت. أتمنى ما لو في أي سؤال أو أي استفسار ابعتوا لنا وما تتأخروش، وإن شاء الله إحنا مش هنتأخر برضو عليكم. بإذن الله على طول هنكمل مع بعض المراجعة. لو في أي سؤال أو استفسار في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.